السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة النهاردة بقى هي صوص البيستاشيو أو صوص الفستق. بس طبعا هنشوف هو ليه لونها عامل كده، ما هياش لونها أخضر قوي زي انتوا جواه من بره. وهي بتحتوي على ايه؟ مكوناتها بسيطة جدا، بتعمل كمية كتيرة معايا ما شاء الله بدون أي ألوان صناعية. وهنشوف الكمية الحلوة دي طالعة من قد ايه فستق. وصفة جميلة وتستاهل التجربة، خليكم معايا. هنبدأ بسم الله. أنا جايبة عندي فستق مش متحمص، صابح. طبعا دول 70 جرام ب98 جنيه، علشان بس احنا بنجيب برطمان البيستاشيو كده ونقعد نقول ده ب300 جنيه وبرطمان قد كده، عشان تعرفوا ان بيبقى مخلوط، ما هواش فستق بالظبط يعني، او فستق قوي بيبقى عليه مكونات تانية. لا طبعا بسلة ولا اي حاجة يا جماعة، صوص البيستاشيو او صوص الفستق معمول من الفستق اساسه. هنقول ليه بقى هو بيبقى اخضر بره قوي كده، واحنا عندنا ما بيطلعش باللون الاخضر ده. هنشوف المكونات عامله ازاي، وهقول لكم لو عاوزينه لونه اخضر زي بره بالظبط هيبقى ازاي. الاول بصوا على الفستق كده، انا جايباه صابح ومكان موثوق ومش متحمص ولا اي حاجه. وعندي لازم اخده تحميصه بسيطه كده او اسخنه على النار عشان اقشره. ملاحظين في فستق اخضر قوي وفي فستق ما هواش اخضر قوي، لونه بيج. ده بيعتمد على انه صابح وجديد او مش جديد. برغم ان انا جايباه غالي وفستق من مكان موثوق وكان جميل جدا ما فيهوش اي بصراحه حاجه بايظه ولا حاجه، لكن بصوا بيبقى برضو فيه قديم شويه. كل ما الفستق بيقدم كل ما لونه بيغير، ما بيبقاش بايظ ولا حاجه، بس بيبقى لونه مايل للبيج شويه او لونه ما هواش اخضر قوي. زي ما انتوا شايفين قدامكم اهو، فتحت اكتر من واحده عشان اوريكم. في اللي لونه اخضر قوي بعد ما حمصته طبعا وانا بقشره، وفي اللي بيبقى لونه ما هواش اخضر قوي. اول حاجه في اللون الاخضر بتاع الفستق ان يكون صابح جدا، يكون لونه اخضر كله. بصوا هنا انا حطيته طبعا في الكبه ووريته لكم ان في جزء وجزء. حطيت الحبه دول اللي انا جايباهم في الكبه، وحطيت معاهم نص معلقه سكر بودره، وهضربهم مع بعض كويس قوي. عاوزه بس ان هو يختلط مع بعض ويبقى عامل زي العجينه كده. مرحلة الضرب الكويس دوت هي اللي بتخلي اللون يبقى اخضر قوي، او اللون الاخضر بتاع الفستق يطلع ويبقى هو اللي سائد على اللون بتاع الصوص. شايفين يا جماعة هنا لونه مخضر ازاي؟ يعني هو لونه لسه اخضر اهوت حلو، بس مش الاخضر الفاقع قوي زي ما احنا بنجيبه من بره. وهبقى اقول لكم ليه. هنا بقى على النار حطيت نص كوباية لبن بودرة، عليها نص كوباية مية، عليها دي قطعة زبدة بلدي يا جماعة. انا عايزة الزبدة البلدي، ما حدش يقول لا لازم زبدة الصفراء نيوزيلندي الكلام ده، لا انا عندي زبدة بلدي، وانا عاوزة احافظ على الطعم واحافظ على ان هو القيمة الغذائية فبحطها. ده عندي مكعب شوكولاتة بيضة، ودوت السر بتاع التماسك بتاع الصوص البيستاشيو. لما قلبتهم بقى كلهم ودابوا مع بعض، ابدأ احطهم على الفستق مع السكر البودرة المحطوطين في الكبة. هضربهم كويس قوي، بس هنا بصراحة لقيتهم انهم هياخدوا فترة طويلة قوي في الضرب، وهياخد فترة على ما يمتزج. هنا بعد ما لقيته بقى واخد فترة طويلة في الضرب كده وهياخد وقت، رحت حطاه في المطحنة بتاعة الخلاط العادية خالص. اتضرب على طول واداني الشكل والتقل اللي انتوا شايفينه الجميل دوت. هو طبعا لسه سخن، فلما بيبرد بيتقل اكتر. هنا لونه لاحظين انه كان اخضر قوي، وهنا لونه مخضر. اللي بيخلي لونه يفتح بقى عن انه يبقى اخضر هي الشوكولاته البيضاء اللي اتحطت. لو انتوا عاوزين لونه يبقى اخضر قوي زي اللي بيجي من بره، حاجتين: يا اما تعملي فستق وكميه شوكولاته بيضاء بسيطه على لبن بودره او لبن عادي بسيطه جدا وهيديك اللون دوت، يا اما تحطي بقى اللون. انا جبت اللون ده بصراحه، اشتريته من العطار اهو قدامكم اللون الاخضر، بس ما جاليش قلب بصراحه ان انا احطه عليه بعد ما انا يعني نقول خدماه زي ما بيقولوا كده، ان انا جايبه فستق وجايبه شوكولاته بيضه وحاطه سمنه بلدي زبده بلدي وحاطه لبن، واجي في الاخر اروح ده كله مبوظاه بالالوان. مهما كان يا جماعه الالوان دي مش صحيه لانها مش طبيعيه 100%، مهما كان بتقولوا عليها. شايفين هو لونه هنا هدي شويه وبرد شويه، بقى لونه مخضر شويه. عاوزاه اخضر قوي جيبي الفستق صابح، ما تحطيش الا الفستقيه اللي لونها اخضر قوي. ما تحطيش كميه شوكولاته بيضه كتير، لان الشوكولاته البيضه واللبن هو اللي اداني الكميه الجميله اللي قدامك دي. الكميه دي لو انتوا اشتريتوها بره معلش بقى، لا بسله ولا مش بسله ولا اي حاجه من الحاجات اللي بتتقال دي. الفستق يبقى فستق، صوص فستق، صوص بيستاشيو معمول من الفستق.
هتقولوا الاتراك بيحطوا، الاتراك يا جماعه عندهم الفستق زي السوداني عندنا كده. احنا عندنا ارخص مكسرات موجوده في مصر هي السوداني، هم عندهم برضو الفستق ارخص مكسرات موجوده عندهم، لان عندهم اللي هو البيئه الزراعيه بتاعتهم بيزرعوا فستق كتير، وده المناخ عندهم بيساعد على كده. احنا ما عندناش كده، احنا بنستورده، علشان كده بيبقى غالي عندنا شويه. لو عجبكم بقى الوصفة أرجو إن انتوا تجربوها عشان إن شاء الله تعجبكم، ولو حتى في كمية قليلة جدا. عاوزة تضاعف الكمية، ضعف الشوكولاتة البيضاء وضعف اللبن، مش هيجرى أي حاجة خالص، وهتبقى زي الفل معاكي. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير والكومنتات الجميلة اللي بتسعدني، ودمتم دايما يا رب بألف خير.